السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد وسلسلة جديدة نلتقيها إن شاء الله تعالى. هذه السلسلة إن شاء الله حتكون باسم بودكاست حكايات الزخرفة. طبعا حتتكلم السلسلة الجديدة عن المشاكل التي واجهتنا أثناء تنفيذ العمل، حتى أثناء تصدير العمل. وإن شاء الله حنبدأ بأول سلسلة، ألا وهي حكاية زخرفة رقم 1 أو الموديل خلينا نقول الهرمي الشبه منحرف. طبعا بالبداية أول موضوع بتواجهنا هي ميزانية خلينا نقول الريشة على سطح الخشب. طبعا مثل ما عم نشوف بعض أحيان نزول الريشة غالبا بتكون بمنطقة عالية، والنقطة الثانية نضطر بعد أول مشهد نوقف ونرجع نوزنها. طبعا النقطة الثانية أو المشكلة الثانية هي رأس الهرم. طبعا بنزول الريشة نضطر ننزلها أكثر شوي، لأنه غالبا سطح أرضية الماكينة بتكون مائلة، فيها ميول بجوز تقريبا نص ميلي أو أقل. طبعا هذه يعني بأغلب 90 إلى 95% الناس العاملين بيعرفوا المشكلة. طبعا المشكلة الثالثة ألا وهي ارتقاء الزوايا. طبعا هذا الموديل داخل له صنفرة بسيطة أو تنظيف الزوايا مشان يطلع الشكل يعني جميل أثناء التصوير. طبعا النقطة الرابعة ألا وهي الخطوط. احنا اضطرينا بتنفيذ العمل يكون عن طريق خيار ريستور. طبعا في خيارات كتير، ممكن الاوفست تاخذ على طريق مثلا داخلي او خارجي تبدأ، وبيعطينا خطوط بس بهالشكل. طبعا ممكن الشكل يكون بهالشكل هذا والشكل طولي، عفوا عمودي ومثلا شو اسمه وعرضي. فهي النقطة اللي احنا بنعاني منها. طبعا هي ممكن نتفاداها. طبعا السبب انه نحن ممكن نجازف المجازفة بسرعة الوقت، ما ندخل بعملية التخشين، نبدأ بعملية التنعيم وقت اطول. فنحن مباشرة او بطريقة اختصارا للوقت نتبع الطريقة هذه، وتكون هي الطريقة مبتكرة. وشغلة تانية ممكن نتفاداها بعملية صنفرة، وبعد طبعا قبل عملية الاساس وبعدها وبعد البويا. طبعا الشكل حيبين معنا هلا، بما انه شكل خامي حيبدأ يبين معنا ان شاء الله تعالى بعد البويا وجمالية الشكل. طبعا القطعة ونهايتها وجماليتها تبدأ بعد تلوين، او مثلا بعد البويا كان بأي لون تبدأ فيه. طبعا الشغلة المشكلة الخامسة ألا وهي الرايش بعد قص القطعة الخارجية. القطعة الخارجية مثل ما بنشوف بالشكل معاناتنا. طبعا نحن تركناها وقت القطعة بنشيلها من بعد القص الخارجي، تركناها مشان الإنسان اللي عم ينفذ طريقة عملنا يشوف المشكلة اللي نحن عم نعاني منها وتواجه المشكلة، والطرق نحن بنعطيه طرق يتفادى القصة. طبعا نحن بنعملها بالنهاية عملية صنفرة بسيطة، الشكل يبين معنا وبيطلع الشكل من أجمل ما يكون. ممكن ندخله شغلات بسيطة زي ما عم نشوف، وإذا كان في خطأ تصوير يعني كبدايات أي عمل في أخطاء، مدام في عمل ففي أخطاء. إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقيكم بلقاء تاني، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.